كرات اللحم بالصلصة الحمراء بجنن مع البصل والبندورة، كتير اعطيها نكهة كتير. هون كيلو من اللحمة المفرومة بدي اضيفها، بدي اضيف عليها بصلة مبروشة، معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، نص معلقة صغيرة من البصل البودرة، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هلا بدي أدعكهم بإيدي. هون عندي صينية فرن بدي أعملها كرات اللحمة. طبعا في ناس بيقلوها قلي بالزيت، بحطوا شوية زيت نباتي، أنا بدي أعملكم إياها بالفرن. شايفين بعملها كرة مثل هيك. شايفين؟ خلص الكمية وبرجع لكم. هلا بعد ما عملت الكمية كلياتها زي ما انتم شايفين بدي احطها بالفرن لحتى ينشووا، وبعدين فرجيكم الخطوة اللي وراها. بدي اعمل الصوص تبع داوود باشا. عندي هون معلقة كبيرة من زيت النباتي، بدي اخليه يحمى شوي، معلقة كبيرة. عندي هون بصلة كبيرة مقسمتها شرائح، بدي اضيف فوق الزيت معلقة صغيرة من الملح، احرك لحتى يدبل البصل، وضلني احرك فيه لحتى يدبل. دبل البصل زي ما انتم شايفين. عندي هون 7 حبات من البندورة معصورين، بدي اضيفهم. احرك اصبع من صلصة البندورة. بدي اضيف كوب من الماء، بحرك. اذا حسيتوا بدها مي شوي بتحطوا، انا حسيت بدها حطيت كوبين. عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الملح، وبخليها هيك تتسبك شوي الصلصة مع البصل قبل ما احط اللحمة اللي انشوت بالفرن. لما تسبكت الصلصة عندي هون بحط كرات اللحم. يا سلام، اطيب كرات لحم بالصلصة الحمراء عملنا. يا سلام، بخليهم هيك يتسبكوا مع بعض مع البصل والبندورة. ويا عيني يا عيني يا عيني، مع هيك بتعملوا معاهم رز بالشعرية او بتاكلوها مع برغل البندورة، بجنن. وهيك بس 10 دقايق وبطفي تحتها وهيك الأكلة جاهزة. بشوفكم بالتقديم. طيب عملنا أطيب كرات باللحم، بشهي طيب كتير ولذيذ. عملنا أطيب كرات بالصلصة الحمراء بجنن مع رز بالشعرية أو برغل بالبندورة. يا عيني يا عيني، شايفين اللذاذة؟ شوفوا اللذاذة، شوفوا اللذاذة، يا عيني على اللذاذة، طلع اللذاذة. بس من هيك كرات اللحم بالصلصة الحمراء بجنن مع البصل والبندورة، كتير أعطيها نكهة كتير طيبة. بنصحكم تجربوها، ما هي لذيذة وطيبة.